يا مساء الخير عليكم، مرحب بكم في قناتي، قناة المخرج ألبير أنطون. حلقتنا النهاردة هكون بكمل فيها اللي اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت، وهي موضوع الورش. هنتكلم النهاردة في أكتر من موضوع، بحيث إن أنا أكون لميت أكتر كمية من التساؤلات اللي كنت سألتها على موضوع الورش. وطبعا لو في أي حد محتاج أي استفسار عن الحاجات اللي هنتكلم فيها في الحلقة دي أو الحلقة اللي فاتت يبعت لي وأنا هجاوب عليه على طول. يلا بينا نبدأ. ومن الأسئلة المهمة اللي جات لي، هل احنا لو خدنا ورشة عند اسم كبير سواء مخرج كبير أو ممثل كبير، هل ده فعلا هيكون بيفيدنا أكتر ولا ممكن ناخد ورشة عند أي حد؟ الموضوع ده مهم، وأنا هديكم مثل فعلي حصل معايا. الأسماء الكبيرة قوي مش كل الناس بتقدر تدي ورش، يعني مش شرط إن أنت تلاقي نجم يعرف يدرس، لأن هو الموضوع نسبي. يعني إيه نسبي؟ يعني ممكن يكون مخرج كبير جدا بس ما عندهوش الموهبة انه يدرس، ممكن يكون مخرج كبير ما عندوش الوقت ان هو يبتدي يدرس. واحنا عندنا ناس كتير مخرجين عباقرة يعني موجودين، وممثلين عظام ما بيدوش ورش. وعلى العكس ممكن تلاقي حد مش معروف بس يعرف عنده منهج معين وعنده اسلوب معين يقدر يوصل بيه المعلومة. بل على العكس، يعني انا في طبعا بدون ذكر اسماء، يعني في احد الممثلين كان عامل ورشة، ممثل يعني معروف، انا اتفرجت على الورشة بتاعته اونلاين، لا للاسف عمال يدي تدريبات وحاجات في التمثيل، حاجات يعني مش شايف انها مفيدة. يعني احكي لكم موقف فعلي حصل معايا اول ما بديت المجال. طبعا كلنا لما بنيجي نخش المجال ما بنبقاش عارفين عايزين نعمل ايه، فانا كان عاجبني الموضوع، قلت طب انا امثل ولا اخرج ولا اعمل ايه. دخلت في الاخراج شويه، بعد كده قلت طالما انا هبقى مخرج لازم ابقى فاهم في موضوع التمثيل، لعل وعسى امثل بعد كده، او انا لو هخرج حاجه اعرف اتعامل مع الممثلين. خدت ورشه عند حد من الاسماء الكبيره يعني. فالمهم قلت نروح الورشه دي ونشوف ايه، اكيد هنستفيد، ده دكتور يعني والموضوع هيبقى لطيف يعني. مده الورشه كانت 3 شهور، تمام. فقلنا حلو 3 شهور دي يعني مساحه حلوه، هنتعلم وهنستفيد. اول مره كده بسم الله الرحمن الرحيم راحوا جه الاكتنج كوتش، راح نتعرف على بعض بقى ونعمل ايه، تمام. دي كده اول حصه بلح راحت كده، وتعرفنا على بعض وشربنا الشاي وبتاع. تاني مره بقى هنعمل شويه تدريبات تسخين بقى، نقعد نسخن كده ونتنطط في المكان. خلاص يا عم لعبنا واتنططنا، طب نعمل بقى في النص التاني من اليوم يعني نعمل زي المديتيشن كده، ننام بقى على الارض واتخيل نفسك شجره، اتخيل نفسك شمعه بتتحرق، وتخيل نفسك مش عارف ايه. بقى دي تاني حصه راحت. فده شيء جميل بالنسبه لنا، اول مره راحت وتاني مره راحت. المره اللي بعديها بقى نبتدي ناخد شويه مشاهد. انا ما اعرفش هو جايبها منين، طبعا اللغه يعني ما اعرفش جايبها من الجاهليه ولا جايبها من اي حته. يعني انا ازعم ان انا بعرف اقرا كويس الحمد لله، وبقرا كتب كتير، بس انا حاولت افك الطلاسم دي فما يعني ما. وده ليفل 1، فيعني هو عنده ليفل 1 وليفل 2، فبنحاول نقرا المشاهد دي. ما يعني انا مش مستوعب، يعني ورقه كبيره كده، ورقه فلوسكاب يعني كلها تحس انها يعني هنفك الشفره بتاعتها. فطبعا كلام كبير ومجعلص، وهو ما بيشرحش حتى، يعني المفروض يوضح لنا معاني الكلمات. خلاص خدنا المشهد اللي هو كله طلاسم ده وهنحفظه عشان نيجي المره اللي بعديها نعمله. طبعا المره اللي بعديها الدكتور ما بيجيش، بيبقى الاسيستنت بتاعه موجود، فيبتدي هو يصورنا بالكاميرا. نقعد بقى طبعا كلنا بنعجن ومش حافظين الكلام. فطبعا الف في ان انت عشان تأدي كويس انت تبقى حافظ، فاحنا لا حافظين ولا فاهمين الكلام. فطبعا برضو ادي مره بتروح، يجي المره اللي بعديها نبتدي نراجع بقى على العجين اللي احنا عجناه. حلو، نيجي بعد كده نكتب يا جماعه هنعمل مشهد تاني، بس نبتدي نكتب بالورقه والقلم المشهد ده فيه ايه. يعني المشهد ده انا هعبر فيه الرياكشن هنا انفعال، غضب مثلا، هنا يعني سخريه. فنيجي بعد كده نقول لنا طب يا جماعه احنا عايزين بقى المره اللي بعديها يعني نفس المشهد اللي احنا واخدينه ده نكتب في ورق المشهد هنعمل فيه 2 رياكشن، يعني غضب مثلا مع حزن مش عارف ايه. طبعا دي حاجه عبثيه بالنسبه لي، انا ما كنتش فاهم ساعتها، بس ده عبث يا جماعه، لان الموضوع ده صعب. 2 رياكشن مع بعض الموضوع صعب. نرجع بقى لموضوعنا. فهو الاستاذ الاكتنج كوتش ده بيدي للناس حاجات، ده تعجيز بالنسبه لي، دي مش حاجه كويسه. انا في الاخر بعد ال3 اشهر دول انا كواحد طالع مش فاهم حاجه، فاجي اخد ليفل 2 اعمل بيه ايه؟ ده غير ان احنا دفعنا مبلغ وقدره.
فدي حاجه من الحاجات اللي انا شايف انها مش حاجه يعني كويسه. يعني ده اسم، انا رايح عند اسم. يعني خلي بالنا عشان احنا بنتكلم دلوقتي الورش ان انت ما تجريش ورا الاسم الكبير، ما نجريش ورا الاسم الكبير. الورشه خدنا فيها وقت كبير وفي الاخر ما استفدناش حاجه. يلف الزمن بقى وبعد 3 سنين انا خلاص يعني سيبنا الورشه وخلاص واشتغلت في الاخراج، ماليش دعوه بالتمثيل. جم ناس كانوا مخلصين ورشه مع نفس الدكتور وكانوا واخدين ليفل 1 وليفل 2 كمان. فالمهم عملنا الفيلم، كنت بخرجه، كان فيلم قصير وكنت بدربهم يعني على الاداء. كل 2 من بعد ما خلصنا الفيلم قالوا لي على فكره احنا فعلا استفدنا جدا جدا من توجيهاتك في التمثيل في الفيلم ده اكتر من الليفل 1 والليفل 2 اللي خدناه مع الدكتور ده. طبعا على قد ما انا انبسطت ان هم يعني بيقولوا لي الكلمتين دول وانا يعني بقى ده حلو بقى، وانا راجل انا مش اكتنج كوتش بس عرفت اوصل لكم معلومه، بس في نفس الوقت انا حزنت يعني اللي هو يعني ناس دفعت فلوس وخدت 2 ليفلز وفي الاخر انت كمدرس ما وصلتليش المعلومه اللي انا عايزها. يعني الكلام المجعلص ده ما ينفعش والناس لسه مش فاهمه. فهي الفكره هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه، اللي هو انت لما بتيجي او انت بتدوري على حد لازم يبقى احنا عارفين هو هيدرس ايه. دي نقطه تاني برضو احنا هنتكلم فيها. لما يجي حد بيعلن على الورشه لازم اشوف الماتيريال اللي انا هيتشرح لي ايه. فالورشه عشان اعرف انها محترمه ولا لا لازم يكون كاتب النقط اللي هو هيعملها. انما نخش الورشه واحنا مش عارفين احنا بنعمل في ايه، فاحنا كده بنهري في المهري. وفي ورش بمبالغ كبيره. فدي برضو فكره الاسماء الكبيره والاسعار الكتيره. فانتوا ما يغركوش بقى ان هو لا دي السعر الورشه كبير قوي فانا هستفيد، لا خالص، ولا الاسم ده كبير، ما هو مش شرط انه هيشغلني بعد كده. فحاجه مهمه جدا لما نيجي ندور على ورشه مش شرط سعرها يكون كبير ولا شرط يكون اسم كبير اللي هيدينا، لان ممكن يكون اسم كبير وبدفع كتير وفي الاخر انا مش هستفيد حاجه. فيستحسن طبعا ان زي ما بقول يكون في منهج ايا كانت الورشه اللي انا هاخدها، يبقى البوست اللي محطوط او الاعلان مكتوب فيه انت هتاخد في الورشه مدتها كذا، هدفع فيها كذا، هاخد فيها 1 2 3 4. فانا ابتدي اشوف المنهج ده صح. ساعتها لو هو بيشرح لي حاجه غير اللي هو كاتبه انا من حقي اقول له لا، اقول له انتوا كده بتهرجوا. المكتوب في البوست او في الاعلان بتاع الورشه واللي انا دفعت عليه فلوس انا ما خدتوش. فده مهم عشان ايه؟ نبتدي نركز. دي النقطه اللي انا هنتكلم فيها. اعرف ازاي الورشه دي كويسه ولا لا. الورشه المحترمه بتتكلم على التمثيل مثلا او الاخراج لازم يكتب الحاجه او الماتيريال اللي انا هدرسه، مش شرط بالتفصيل بس اعرف النقط الاوتلاينز اللي انا هبتدي ادرس فيها. واهم حاجه يبقى فيه امانه، هي فكره الامانه، لان انت لو رايح لحد شاطر جدا بس مش امين يبقى دي مشكله. هيقعد يعني يستنزفكوا فلوس ووقت وفي الاخر احنا طلعنا من الورشه ما استفدناش حاجه. فحاجه مهمه ان احنا نبتدي نسال عن الشخص اللي هناخد عنده الورشه، ايا كان بقى ورشه تمثيل، ورشه اخراج، ورشه سيناريو، ورشه تصوير، ايا كانت. نسال على الشخص اللي بيدي، سواء من ناس اصدقائنا خدوا عنده، نعرف المكان اللي هو بيدرس فيه. هرجع اقول تاني نقطه مهمه، لازم نبقى كلنا عارفين احنا رايحين ناخد الورش ليه. انا رايح ورشه عشان يشغلني بعد كده ولا عشان خاطر احنا بندرس؟ فلازم يبقى الهدف الاوحد لينا ان احنا رايحين عشان نستفيد معلومه مش عشان يشغلنا. انا لما جيت في البدايه ادرس درست سواء مع دكتور علي بدرخان او سمير سيف او استاذنا سعيد شيمي مدير التصوير، دول كانوا ناس خلاص يعني عدوا ال 70 سنه، فعدوا ال 70 سنه اوريدي هم مش شغالين، فاحنا عارفين ان هم متفرغين للتدريس. فانا لما رحت واصدقائي الناس اللي راحوا برضو كانوا بيدرسوا، خلاص احنا مش رايحين لهدف الا لهدف واحد، العلم. احنا رايحين عشان نستفيد، عارفين ان الناس دي مش هتشغلنا، ان هو اوريدي مش شغالين. فهي دي الفكره، لازم نكون مركزين قوي ان اهم حاجه نستفيد من المعلومه. محدش يضحك علينا ويقول لنا ايه هشغلكم وبتاع، اللي يقول لك هشغلكم ده ما تثقش في كلامه. يعني نركز ان احنا اهم حاجه نشوف حد يكون هيدينا المعلومه العلميه صح، هو ده اللي هيفيدنا بعد كده، واحنا نشتغل على نفسنا ونطور نفسنا، فهنلاقي فعلا الموضوع اختلف. النقطه الثانيه انه لازم يبقى في اختبار الاول، ما ينفعش ياخد الناس سداح مداح كده. التيست اللي بيتعمل في الاول ان هو الورشه بالذات التمثيل، لما يجي الورشه يقول لا في مقابله الاول ويبتدي يختاروا ناس يبقوا موجودين وناس لا، دي تبقى ورشه محترمه، ان هو مش فارق معاه الفلوس او العدد الكبير اللي هيدخل، لا هو فارق معاه ناس تبقى شاطره وفاهمه عشان يخرجوا في الاخر يبقوا ايمج او صوره كويسه للورشه. وده اللي كان بيعمله صديقي واستاذي الله يرحمه المخرج والاكتنج كوتش علي خليفه. احنا كانت اخر ورشه عملها ورشه تمثيل كنت انا معاه موجود فيها، فهو كان دايما يقول لا لازم نقعد يعني يعمل مقابله الاول ويقعد مع الناس ويشوف الاي كيو بقى والممثل ذكي ولا لا، اللي كان مقتنع ان الممثل اللي فعلا ما عندوش الذكاء الكافي او هو سريع البديهه او ما بيفهمش بسهوله ده هيفشل.
فهو مهما تعب معاه هو خلاص الموضوع مش هيجدي معاه في حاجه. فالتمثيل لا يعلم، التمثيل انت عندك الموهبه او انت عندك الموهبه، وانا ببتدي اثقلها بشويه معلومات. هنعمل ازاي، هنطلع الشخصيه ازاي، هنقف قصاد الكاميرا ازاي، هنعمل ايه. هي دي التريكات اللي بنبتدي نديها لك ونديها لك عشان خاطر تعرف تعملوا الاداء كويس. اتمنى اكون فدتكم كلكم. لو في حد عنده اي اسئله في سواء الحلقه دي او الحلقه اللي فاتت يبعت لي وانا هرد عليه على طول. ولو كانت الحلقه دي عجبتكم او اضفت لكم اي معلومه جديده ما تبخلوش ان انتوا تعملوا لايك وشير. وبالتوفيق للجميع. شكرا. سلام.